لا ده انا عايزاكي بقى تقومي كده بقى توريني جمالك بقى. مش قادرة يا ماما. بتصور بنتها وهي في وضع مش كويس. منطقي يعقل ما يعقلش، فليه بنعمل مجهود ونتعب نفسنا؟ يلعن ابو اللي عايز اعرف عليكي والله. يلا حلو كده ويخرب بيتك ما عندكش نظر. لا ايه الفوازير دي؟ انا مش فاهم يعني. انت بتهزر مع خالتك عشان هي حامل؟ انت عايز ايه ولا عايز فين ولا انت ايه ده؟ هو انا عملت حاجه كده بسيطه صغيره مكسوفه منها قوي من كل ست بيت. طالما انت عملتيها مكسوفه منها ما بلاش تطلعي تقولها لنا يعني. دي بتتباع عند اي حد بيبيع حاجات ادوات منزليه. والله انا مش عارف، انت معلوماتك فظيعه جدا والله. يعني ده لا مؤاخذه الحلوف. عارف الحلوف؟ عارف ان البتاع دي بتتباع عند اي حد بتاع ادوات منزليه، ما اكيد دي ما تتباعش عند بتاع الجله. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ المهم يا جدعان، وانا قاعد بقلب في الفيسبوك والله طبيعي عادي جدا قابلت حبه ناس، ولكن في فيديو في اخر المجموعه هنتكلم عنه لانه مهم جدا. ولكن قبل ما تحضروا الفيديو لايك كومنت وشير. 10 شير امبارح. انا فكره انا مصحصح والله، مش عشان خاطر يعني انا الصبح مهندس وبالليل بعمل فيديوهات فتضحكوا عليا في الشيرات، لا انا مصحصح ومدقدق يا اخويا. امال ده انا بحسبها بالسنتي. هتيجي تشتغلني انا؟ المهم خلينا نخش ونشوف معانا ايه ونعلق عليه. يلا. مساء الخير، ده اولا. هيجي منين الخير؟ يعني الواحد بيشوف وشوش عكره هيتفائل بيها ازاي؟ ثانيا بقى وده الاهم، يعني بليز بليز لو ما فيهاش اساءة ادب وعدم احترام مني وتربيه، يعني يا ريت بقى بلاش مسجات. ممكن نتعرف. بالبادي ده وبتكلميني احنا عن التربيه؟ يا ريت نتعرف. يا ريت نتعرف يا جماعه. الزمن اتطور والله، واتطورت في حاجات كتيره جدا. ايه ممكن نتعرف ولازم نتعرف ولا ايه؟ مش مهم، في اساليب كتيره جدا تتعرف بيها على البنت غير الاساليب اللي انقرضت من 1980 دي. والله العظيم انا بني ادم، انا اصلا مش طايقه ان انا اعرفهم. هو انت بني ادم تعرفي بني ادمين عاديين وكمان مش طايقاهم؟ يعني انا ما بردش على اللي انا اعرفهم، هرد على اللي انا ما اعرفوش. اه هي مش بني ادمه زيي يعني. انا كده كده ما بردش على اللي اعرفه واللي ما اعرفوش. هو انا كائن كده، كائن البطريق مالوش لازمه في الحياه. وبكسل ارد على الكومنتات. ايوه انا استاهل ضرب الجزمه، عارف والله. منطقي يعقل ما يعقلش، فليه بنعمل مجهود ونتعب نفسنا؟ يلعن ابو اللي عايز اعرف عليكي والله. يلا حلو كده ويخرب بيتك ما عندكش نظر. ايه اللي عاجبك فيها؟ مركب لك رموش، عاملين لك بتاع هنا اهوت كده اهوت زي خدود، يعني ما فيهاش حاجه تتحب خالص. مش بعيد شعرها ده يكون اكستنشن كمان. كتك البلا ما عندكش نظر. لا يا جماعه، انا معظم خناقاتي او مشاكلي مع اصحابي اول حاجه ان انا ما بردش على المسجات. موبايلي طول الوقت سايلنت او قافلاه او ما بردش حتى لو فاتحاه وبعمل نفسي مش سامعاه. طبعا الاخت مهمه جدا 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 لدرجه ان انا ممكن اقلب الفيديو لان انا اتخنقت منك والله. ما هو الانسان بيبقى عنده طاقه، الطاقه دي بتنفذ مع مرور الوقت. والله انا باللغه العربيه ما حصلتش. شايفين الوقت تعرف تقولها كده، فمش ناقص وجع دماغ قاعده نص ساعه بتحكي ازاي تفشكل ولا ازاي ما بتردش مع انك ما رديتي يعني. ثواني بنهزر انا وخالتي عشان اخيرا عرفت ان هي حامل بعد ما فضلت 14 سنه ما بتخلفش. لا ايه الفوازير دي؟ انا مش فاهم يعني. انت بتهزر مع خالتك عشان هي حامل؟ انت عايز ايه ولا عايز فين ولا انت ايه ده؟ طب ثواني نكمل الفيديو والله يمكن يكون في فكره. عليك وعلى البوس الجليسرين هيريحك تحفه. انا مش فاهمك انت عايز ايه بالظبط والله. مش فاهم ايه الفيديو بيتكلم عن ايه عشان خاطر اقيم مدى الفكره. مش فاهم، واللي فهم يكتب لي تحت في الكومنتات. يعني انت عايز الجمهور يجي يولدوها يعني ولا انا مش فاهم. موقف الجواز الفلوس، والناس فاهمه ان الناس اللي بتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا ده بتاخد فلوس. ايوه والله فلوس كتير طبعا. الله انا مش عارف اقول لك ايه والله. عايز اقول لك على حاجه والله مهمه جدا عشان الناس فاكره ان احنا بناخد فلوس ملايين ملايين. يعني اليوتيوب ممكن شهر يخش لك وممكن تقعد 3 4 شهور ما يخشلكش حاجه، والا ما كناش بنشتغل شغلانه تانية اللي هي شغلانه الاساسيه بتاعتنا اللي هي مهندسين. احنا بنعمل حاجات ممكن فور فان فشخ يعني، ولكن اللي ما عندوش شغلانه وقاعد على النت 24 ساعه ده الله يكون في عونه. ده ما بيكسبش حاجه الا بقى لو عنده ملايين ملايين المتابعين طبعا، مش ملايين فلوس. كوبي رايت على طول. اوه هنا بقى الاب والام بيخيروا الاولاد. شوفوا مين زي الاخر شيء. الام. يا روحي يا حبيبي. بص الولد هنا قاعد محتار اروح فين، هنا ولا هنا. صعب. بالعافيه.
طب ده يدل على ايه يا ابو راس مربع انت وهو؟ ان دور الام اهم دور في حياه اولادها، او دور الاب بيجي بعد كده، ويمكن دور الاب كمان مهم لو عنده بنت فدوره مهم جدا، ولكن دور الام بالنسبه للاولاد لا يعوض باي ثمن ولا حتى بمليون واحده غير امه. فتحياتي لكل الامهات، انتوا على راسنا من فوق. والله انا في الواقعيه ما حصلتش. الموت. الحكم الثاني انا اقول اسم حيوان تقلدين صوته مهما كان الحيوان. يلا صوت الحيوان. يا الله. شفتي صوت الحمار؟ صوت حمار انا يعمل. يلا صوت حمار. يلا صوت حمار. ايه يا بنتي ده؟ ايه الجبروت ده؟ صوت حمار، قلت صوت حمار. صوت حمار، قلت صوت حمار. يعني انت يا اسطى او يا صاحبي انت الحمار. والله ما طلعت سهله دي. تبرم 10 زيك وتحطهم في جيبها. خلاص ابي البقره. خلاص البقرة. لا هو حمار ولا بقره؟ ارسلك على حل بعد اذنك يعني. انت غبيه. انا قاعد اقول لك احكام، ما تبي تنفذين الحكم الثاني نفذ الحكم الثالث. نفذ حكم. يلا دز انا نفذ حكم. والله ما تنفذين حكم، لا الحين الداعمين دعموا تنفذين حكم. انت قلت لي لا اعمل صوت كذا انا عملت صوت خلاص. يا ربع انا ايش عملت فيك؟ نفس. شوف قبي ما يفهم. ده الاي كيو عندك راح في داهيه والله بالنضاره الشمس اللي انت لابسها بالليل دي. يلا ألف معك انس. باي. احلى حمار. معلش تعيش وتاخد غيرها يا صاحبي عادي. هي البدايات دايما صعبه، بس هو مش حمار بس، هو حمار وبقره. انت قلتي صوتين. هو انا عملت حاجه كده بسيطه صغيره مكسوفه منها قوي من كل ست بيت. طالما انت عملتيها مكسوفه منها ما بلاش تطلعي تقولها لنا يعني. انا جبت البتاعه دي مش عارفه منين، من مكان مجهول الهويه. المفروض ان ده الديسبنسر بتاع الصابون وان انا بحط الليفه هنا. ابتدى بقى ايه الليفه تتعفن هنا كده وشكلها بقى يقرف، والصابون بقى ينزل هنا كده، وحاجه في منتهى القذاره. اما مشكله وعملتي ايه بعد كده؟ جبت دي من واحده صاحبتي، بس كل شويه تقع من مكانها، ودي لما بدوس عليها كده عشان تنزلي صابون بتنزل بقى بزياده وتخر على الحوض. ماشي حق. مشكله عويصه. وبنهدر فلوس الصابون كأن لاقيين فلوس الوقت في الشارع. انا بقى عملت ايه؟ بس يا جماعه هو الموضوع عجبني وانا مبسوطه، فاتمنى محدش ينتقد الموضوع. ترى ايوه هي بتاعت المطاعم والفنادق والدنيا جميله. بس بصوا يا جماعه، بصوا الروقان. نعمل كده، تنزل نغسل المواعين، لما نغسل الليفه نصفيها هنا، والدنيا تفضل نظيفه وشكلها مش كبير. عشان الناس اللي هتقول كبيره، لا هي مش كبيره. ايه هي اللي كبيره بالظبط؟ معلش يعني ما انا مش فاهم يعني. هي زيت الفيري ولا البريل اثرت معاكي في حاجه، ولا هي ايه العنطزه الكدابه دي يعني؟ انا مش فاهم يعني. ضيعتي لي بتاع دقيقه ونص من وقتي على حته بتاع ملوش لازمه. وبعدين يعني ما هو ده ملقحه عند السلاب وملقحه عند الناس اللي هي بتبيع حاجات الخلاطات والكلام ده، اسمها سوب ديسبنسر. لا ما هوش انجاز يعني. والله يا ابني لا نولها لك وما انا حارمك من اي حاجه. استنى بس هتنول له ايه بس كده؟ طب واللي بالجبنه ازاي؟ هيعمل شيبسي يعني؟ اوكي. ده كيس شيبسي ب3 جنيه عشان ما لقيتش ب5 جنيه بالجبنه، وده كيلو بطاطس ب10 جنيه. تفتكروا نقدر نوصل البطاطس ده شيبسي زي ده من غير مواد حافظه؟ اكسبلور ولايك ومتابعه. يعني من غير الاكسبلور ولايك ومتابعه مش هيعمل كده. عامل زي ما شاء الله عليه. ويلا بينا يا نجوم الكون. اول حاجه هنقشر البطاطس، وانا هوريكم البطاطسايه دي هتطلع شيبسي قد ايه. بعد ما غسلت البطاطسايه الجامده دي بقى، دي بتتباع عند اي حد بيبيع حاجات ادوات منزليه. والله انا مش عارف، انت معلوماتك فظيعه جدا والله. يعني ده لا مؤاخذه الحلوف. عارف الحلوف؟ عارف ان البتاع دي بتتباع عند اي حد بتاع ادوات منزليه. ما اكيد دي ما تتباعش عند بتاع الجله. واللي بيتقرف من كلمه جله لا مؤاخذه يعني، دي الناس بيستعملوها في الافران البلدي عشان يعملوا الفطير. فبتتقرف من ايه يا حبيبي؟ هبتدي ان انا اعمل كده بقى عشان اعمل شيبسي. بصوا بالشكل ده، شايف السمك بقى عامل ازاي؟ حاجه جامده جدا. انا شايف انتوا بتورينا ايه يا حبيب قلبي؟ احنا عندنا القطاعات دي كلها موجوده في اي بيت واي شقه والله. يعني قول حاجه جديده. اجيب بقى ميه ساقعه تلج من التلاجة، تكون ساقعه تلج كده، ولو في تلج يبقى احسن. هحط فيها البطاطس واسيبها فيها لمده نص ساعه. بعد كده هجيب الزيت بتاعي واسخنه وانزل واحده واحده. وده الشيبسي بعد ما اتقلب. بصوا بقى النكهات دي بتيجي من عند العطار بالطعم اللي انتوا عايزينه. اهو ده الشيبسي الصحي اللي انت كنت قايل عليه في اول الفيديو بنكهات العطار. انت يا اسطى في حاجه في دماغك ولا ايه؟ بالجبنه، بالشطه والليمون، بالكباب، كل اللي انتوا عايزينه عنده. هنزل بقى بمعلقه منها كده وابتدي ان انا ارش عليه دوت حبه من قلب الكيس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ودولت حبه من اللي احنا عملناهم. طبعا دلوقتي انت عايز تساعد على القرمشه. بص بقى
لا انا عايز اسال دكاتره متخصصه في الكلام ده. يعني احنا عارفين ان الحاجات اللي فيها مكسبات طعم ولون وريحه والكلام ده كله مضر، فانت بتقول انت هتعمل شيبسي وبتحط عليه الحاجات دي وتقول عليه صحي. ما شاء الله عليك. وطبعا في ناس كتير قوي يصدقوا الكلام ده طبعا، عشان تعرفوا والله ان احنا شعب غلبان اقسم بالله بنصدق اي حاجه. دماغك انت. لا ده انا عايزاكي بقى تقومي كده بقى توريني جمالك بقى. مش قادرة ياما. ليه ياما جرالك ايه؟ اتكسحتي؟ كسحوك. قادرة ياما. كسحوكي بنتي. عملتي شعر ايه؟ طب مبدئيا الفيديو ده منتشر جدا على السوشيال ميديا وبالذات على الفيسبوك بعناوين بقى عامله ازاي؟ شاهد بتعري بنتها تقريبا او ايه، بتصور بنتها وهي في وضع مش كويس او حاجه كده والله. يعني انتوا فاهمين حبه الصحافه الصفراء يعني وبتاع. فانا بقى اتعمدت ابص على الفيديو واجيب الفيديو واعلق عليه معاكم، عايز اشوف فين العري يعني في الموضوع ولا فين التصوير المخل بالاداء. ايه اللي حصل في شعرها؟ انت في انت هتتعمي ولا ايه؟ ايه اللي حصل في شعرها؟ وريني جمال فستانك يا بنت. يا بنت ايه ده؟ كرانيش فرافيش سعاد حسني ده ولا ايه ده يا بنت؟ جبت منين الفستان ده؟ جبته انا في ستاره ضايعه مني شكه ان هي وربنا. انا ده نفسي تعيش لا عاجبني الكم. لا من غير لا عاجبني الكم انا من غير ما كده. حلو. لا حلو ذوقك حلو. شكرا يا بالنسبه لذوقك فهو عجبني. الله يخليكي. طب يعني انت عايزه تريحي دلوقتي؟ واكل. هاتولي اكل. انا بعت اجيب لك اكل عشان ما طبختش. ماشي. مش اختي؟ ماشي خلاص. يعني عن اذنك بقى. انا فاكر ان البنت دي جبت لها فيديو كانت لابسه شوش بتاع حمام كده تقريبا، كانت مامتها كانت بتتكلم عن عريس وبتاع. وبما ان انا ما شفتش المحتوى بتاعهم، ولكن فين العريه في الموضوع؟ يعني واحده لابسه فستان، انتوا شفتوا حاجه احنا مش شايفينها؟ ام بتصور بنتها وبتعمل معاها فيديو وهي راجعه من فرح، ولا فين العريه في الموضوع؟ يعني بالنسبه لك كتافها ده العريه ولا ايه؟ مش فاهم. يا جماعه انتوا مش لاقيين حاجه تعملوها بجد والله. يعني ده سؤال للصحافه المعفنه. يعني انت سايب لما مؤاخذه اللي نازله ببطانه وسايب اللي نازله بغير هدوم اصلا، وفي كذا حد لما مؤاخذه يعني بيعمل معاهم لقاءات وبتاع والناس ما شاء الله يعني ايه الله اكبر سايبين دول وجايين على دي. تحس ان دلوقتي الايه اتقلبت، بيسيبوا الناس اللي هي المهزأه ويمسكوا في الناس المحترمه. يعني مثلا البنت دي زيها زي ممثله بسنت النبراوي، مش غلطانه في حاجه بس اثارت جدل. تقريبا اسمها تهاني ولا مش عارف اسمها ايه كده. بص يا تهاني، اي حد يقول لك كلمه بعد كده تهاني يقول له شايف الماسوره دي عارف احطها لك فين بس ومشي وسيبيه. لو انت مش هتعرفي تحطها له فين انا هاجي احطها له، ما عنديش مشكله والله. جاتكم 60 نيله والله العظيم على مهزأه عاملين حوار من لا حوار. ولا انتوا ايه رايكم؟ وبس كده يا جماعه احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو وصلت للدقيقه دي بجد والله انزل اكتب لنا كومنت وقول لنا اللي بيحصل من الصحافه المعفنه ينفع ولا لا، وليه بيثيروا الجدل على ناس محترمه. ما في ناس لما مؤاخذه قذره الاولى ان انت تروح تبص عليهم بدل تجيب بنت ولا تجيب ممثله ما غلطتش في اي حاجه وتطلعها على المسرح وتعمل ترند من لا شيء بس عشان صحيفتك الصفراء المعفنه اللي دابت تظهر للناس تكون البلاوي ملت البلد. بس كده اشوفكم على خير. سلام.